حالة حزن وصدمة كبيرة بين أبناء المحلة الكبرى على وفاة الشاب محمد محمود ربيع اللي كان بيعاني من البواسير وحصل له نزيف لمدة 3 أيام قبل العملية، وقرر يعملها مع طبيب مشهور في عيادة خاصة. محمد كان خاطب وهيكتب كتابه بعد العملية وهيتجوز في شهر 11 الجاي، لكن القدر ما أمهلوش بعد ما تعرض لمضاعفات سريعة حولت جسمه للون الأزرق وما بقاش عارف ياخد نفسه. خطيبته كمان بتحكي وبتقول إنها راحت معاه العملية في عيادة الدكتور صاحبها بيعمل عمليات في كل حاجة، والدكتور طلب إنه ياخد فلوس كلها قبل ما يدخل العمليات. بتقول كمان محمد خطيبها دخل يعمل العملية الساعة 9:30 و5 وخرج الساعة 10:10، يعني خلص العملية في ربع ساعة. ولما خرج الدكتور قال له أنت هتقعد هنا، روح نام على السرير في بيتكم. وبعد ما وصل البيت مفيش نص ساعة وبدأ جسمه كله يزرق ومش قادر ياخد نفسه، وبسرعة خدناه في توك توك على مستشفى المحلة العام، لكنه كان مات ومحدش عارف يعمل له حاجة. وبعد كده اتحول لمستشفى المنشاوي العام لحين انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة، وتم تشييع جثمان محمد في جنازة حضرها المئات وسط حالة حزن كبيرة بين الجميع، وخاصة والدته اللي كان قلبها محروق على ضناها اللي راح منها في غمضة عين. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.